كريم الزين طفل لبناني يبلغ من العمر 12 عاما لم يفرح بطفولته إذ أنه أصيب بمرض السرطان، لكن كريم لم يستسلم لمرضه العضال، بل على العكس فقد قرر مواجهة المرض بكل عزيمة، موقنا بأن هذا هو امتحان إلهي لا يود كريم أن يفشل فيه. هذه هي قصة كريم، وننوه إلى أن تفاصيل أكثر عن هذه الشخصية سنعرضها قريبا ضمن برنامج وجوه وقصص. مثلا to be or not to be، وقت ما حدا عنده سؤال انه اذا بيعيش ولا بيموت بيقول to be or not to be، ابقى الخط الاصفر. انا اخترت to be. كريم الزين الطفل اللبناني اللي أثار دهشة وإعجاب كل الناس كونه أول من أجرى لقاء تلفزيوني مع الرئيس اللبناني المنتخب ميشيل سليمان. أنا اسمي كريم الزين، أنا عمري 12 سنة وبالصف السابع. سنة كم يعني سابع معي؟ سابع. و بحب القراية والألعاب الإلكترونية وأغراض غير، ومثلا السباحة، بس هلأ إنه حطيت شي بهون صار ممنوع أسبح. بي عايش بكندا، امي هون، بس امي وبي وخي عم بيعطوني كتير سبورت، وبي حتى لو هو بكندا عم بيعطي كتير سبورت ودعم كبير وكله، وامي بتروح معي دايما على السنتر وكل شي، وبي دايما بيجرب يجي على لبنان امتى ما فيه، وبيجرب يطول قد ما فيه تا يقعد معنا. لما اكتشف كريم المرض شو عمل وكيف تصرف ومن وين جاب كل هالقوة؟ أول ما عرفت إنه كان معي سرطان عملت نكتة، ما في لكم إياها شوي بيرسونال، بس إنه عملت نكتة، هيدا هو اللي في لكم إياه. عملت نكتة، كنت بالمطعم وانا اصريت اعرف، يعني انه هنا قالوا لي انه حنروح وحنعمل عمليه وقصص، وهن انه بالاول ما كان بدهم يقولوا لي يمكن، بس انه انا قلت لهم انه شو هي مثلا بالاول عملت ابره شلنا قطعه منها، قلت لهم انه بعد 1 ويك 2 ويكس، انه قالوا لي انه بعد يومين بيقولوا لنا شو الريزلت تبع الابره وكل شيء. بعدين مرقت جمعه وانا قاعده عم اسال. بعدين رحنا على المطعم، انا قلت لهم خلص بدكم تقولوا لي. قاموا قالوا لي انه